بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي واخواتي وبناتي مشاهدين القناه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده فيديو بسيط جدا. هنعمل مع بعض فيديو البسبوسه. وهنعملها بطريقه ناجحه جدا ومجربه قبل كده. طبعا هنسمي الله كده ونقول المكونات. يعني معايا 3 كوبايات دقيق سمين اللي هو دقيق البسبوسه بالشكل ده كده. ومعايا بنفس مقدار الكوبايه اللي انا عايرت بيها دقيق البسبوسه معايا كوبايه زبده او سمنه. معايا هنا برضو يجي كوبايه لبن على قشطه كده. ومعايا أنا هنا الكوبايه المج الصغير ده عسل شربات من بتاع البسبوسه على عسل جلوكوز. معايا هنا كوبايه سكر برضو بمقدار العيار اللي انا عايرت بيه البسبوسه. معايا كيس فانيليا ومعايا معلقه بيكنج باودر. دي كل المكونات اللي هنعمل بيها البسبوسه النهارده. معايا بقى السيرم طبعا جاهز، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه ونص ليمون ورشه فانيليا. هنبدا بقى نعمل الطريقه مع بعض. هنجيب بقى بوله كده معايا او طبق او اي حاجه معايا زي دي كده. ابدا انزل بقى هنزل بيها المكونات اللي معايا. اول حاجه هنزل بالسكر، وبعد كده هنزل بقى بالقشطه واللبن اللي معايا. وممكن ما عندكش قشطه على لبن تجيب علبتين زبادي من اللي هي العلبه العاديه ام 2 جنيه دي، او واحده من ام 5 جنيه. وهنزل بقى بكوبايه العسل او السيرم اللي معايا. عندك عسل نحله ممكن ينفع، يعني عندك عسل جلوكوز، عندك سيرم من بتاع البسبوسه، اي حاجه عندك تنفع. هنقلب بقى المكونات دي كلها كويس قوي على بعضها. وهنزل بقى عليهم بكوبايه السمنه اللي معايا. هقلب بقى كل الخليط ده كويس قوي على بعضه كده. كده قلبت الخليط كويس قوي مع بعضه، السمنه مع اللبن مع القشطه مع السيرم مع السكر. وعايزه اقول لكم ان المعلقه كوبايه القشطه دي بتفرق قوي معانا في البسبوسه وفي الطعم. طعمها بيبقى جميل جدا لما تحط لها نص كوبايه قشطه مع اللبن. هننزل بقى بالدقيق البسبوسه اللي معايا، وهحط عليه بقى معلقه البيكنج باودر. هقلب بقى الخليط ده كويس قوي، بس مش هقلب يعني ان انا هعجن، لا هدوب بس كده الخليط في بعض. البسبوسه مش عايزه تتعجن كتير عشان ما تنشفش معايا في الفرن. احنا بس يا دوب كده هنبسها بالخليط اللي معانا ده كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بس كده خلاص خلصت معانا البسبوسه. عايزه اقول لك بقى اضافات بقى لو حابه تضيفيها البسبوسه ممكن تضيفي لها كوبايه جوز هند لو انت بتحبي جوز الهند في البسبوسه. هنبدا بقى يكون معانا بقى صينيه مقاس 30 كده، هندهنها بالسمنه وننزل بقى بالبسبوسه فيها كده. انا دهنت الصينيه سمنه ونزلت بالبسبوسه كده في الصينيه. طبعا هخبط فيها كده عشان ما يبقاش فيها هوا ولا حاجه بالشكل ده. طبعا بعد كده بقى الخطوه اللي جايه، لو انت عايزه تزوقها بقى من على الوش كده، لو عندك فستق او بندق او اي حاجه انت حابه تحطيها ماشي، ممكن تحط حاجه زي كده. لو مش حابه وعايزه تخليها ساده خالص ممكن تبقى ساده برضو خالص، دي حسب الرغبه يعني. انا معايا بقى حطيت فستق كده، لوز، معايا لوز. ابدا ارص كده في الصينيه بالشكل ده.
وعايزه اقول لك انت لو جربت طريقه البسبوسه دي هتكون ناجحه جدا معاكي، يعني مش هتنشف منك. في ناس بتشتكي منها بتقول البسبوسه بتنشف يعني وما بتبقاش حلوه. ديت ما شاء الله هتبقى جميله معاكي. اهو بالشكل ده كده عملت بتاع اللوز بالشكل ده كده. هبدا بقى اولع الفرن على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه كده، وهنوريكم البسبوسه شكلها ايه مع بعض. وكده بقت شكل صينيه البسبوسه بعد ما طلعت من الفرن، بقت معانا بالشكل ده. جميله جدا. وطبعا عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش سوا كتير في الفرن، يعني ايه، يعني ممكن تقعد 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه كده. ما بتاخدش سوا زي الكيكه يعني. وطبعا الفرن بقى بتاعها بيبقى النار بتاعته حاميه عن الكيكه، يعني درجه الحراره متوسطه، ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، انما الكيكه بنهدى عليها. طبعا ده اللوز اللي انا حطيته، هي لما غلت في الفرن اللوز نزل في قلبها كده بالشكل ده. هي معلش المقادير مظبوطه 100%. وطبعا عايزه تعرفي نجاح البسبوسه بقى لما تنزلي بالشربات بتاعك كده او السيرم، تشرب السيرم بتاعك بسرعه كده. احنا بقى كده هنبدا وهي سخنه كده نسقيها السيرم اللي معانا. هنسمي الله كده، بسم الله. البسبوسه الناجحه بقى ديت معلومه، ان انت تنزلي بالسيرم بتاعها كده تشرب السيرم بتاعها كده، ما يقفش على وش الصينيه. دي بقى تعرف انها بسبوسه ناجحه. اهي السيرم بتشرب على طول اهوت، اللي انا بحطه ما بيوقفش كده على ما الصينيه تشرب، على ما البسبوسه تشرب. اهو بالشكل ده كده. انا خلصت السيرم كده، وزي ما انتم شايفين البسبوسه بتتشرب ورايا بالشكل ده كده. دي الطريقه الناجحه بقى للبسبوسه، عن تجربه يعني، عملتها قبل كده كذا مره. زي ما انتم شايفين كده مفيش ولا نقطه سيرم فاضله فيها، شربت السيرم اللي انا حطيته كله بالشكل ده كده. وطبعا السيرم بتاعها بيكون متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبقت معانا البسبوسه بالشكل ده كده. طريقه ناجحه جدا، ان شاء الله لو جربتها هتعجبكم بنفس الطريقه دي. وزي ما قلت لكم القشطه بتفرق قوي في الطعم بتاعها، يعني انت لو عندك معلقتين قشطه، مش لازم كوبايه او نص كوبايه، بتفرق قوي في الطعم بتاع البسبوسه. كده تبقى عملت بسبوسه ناجحه ونظيفه، وطبعا احلى من المحلات بكتير لان مكوناتها مضمونه. وكده ده البسبوسه بعد ما سبتها بردت شويه. طبعا انت مش عايزاها تقطعها وهي سخنه، تسيبها على ما تهدى كده شويه وبعدين تقطعها. انا طبعا هقطع لكم حته كده عشان تشوفوها وتشوفوا الجمال بتاعها والطراوه بتاعتها. هنسمي الله كده، بسم الله. هنقطع مع بعض بقى كده قطعه عشان اوريكم هي قد ايه مفروله وجميله وطريه. انتوا مش عايزه اقول لكم قد ايه طريه وجميله زي ما انتم شايفينها كده. اهي البسبوسه مفروله وجميله معانا بالشكل ده كده اهو. كل ما تسيبوها تبرد كمان هتشرب الشربات بتاعها، وتبقى برده ماسكه نفسها شويه عن كده، عشان هي برده كده سخنه. مش عايزه اقول لكم قد ايه طريه وجميله. بسبوسه مبسوسه فعلا اهي زي ما انتم شايفينها كده، ولا فيها حته ناشفه ولا مقرمشه ولا حاجه. اهي مرمله وجميله زي ما انتم شايفينها كده اهي. وطعمها مش عايزه اقول لكم تحفه، طعمها تحفه من النص كوبايه قشطه اللي انا حطيتها، وبعدين انا عاملاها بسمنه زبده فلاح. الطعم هيبقى خرافه زي ما انتم شايفينه كده. وكده تبقى البسبوسه بتاعتنا طريقتها ناجحه جدا. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. ولو عجبتكم بقى متنسوش تحطوا لايك للقناه، دعمونا بلايك. واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.